تنبيه هام، الفيديو ده ما فيهوش بنفكر معاك بصوت عالي، فوطي صوت الفيديو شوية. قناة برتقان، بنجيب المفيد. الحر شديد، الكهرباء بعد ما كانت بتقطع ساعة بقت بتقطع 3 و4. الناس كلها على السوشيال ميديا بيتكلموا على الموضوع وبيغلوا مش مستحملين. سايح أجنبي لغى رحلته لمصر علشان النور بيقطع فيها. الفلسطينيين بيتضربوا وعاوزين مصر تتدخل أو يفتح لهم سينا. السودان بيموتوا وبيدخلوا مصر بالملايين. الأفروسنتريك بينسبوا تاريخ مصر ليهم. الخليج بيكتر فلوسه. أحروا الصيف جه لحد دلوقتي. طب خلينا نبدأ من الأول. خلينا نتخيل سيناريو خيالي مش موجود على أرض الواقع، بس خلينا نتخيل بس مع بعض باحترام. فرضاً يعني لو اليهود عاوزين يخرجوا أهل غزة منها ويوطنوهم في سينا وياخدوا كل فلسطين، وفرضاً لو مصر رافضة الموضوع ده، افرض يا أخي معايا، ولو افترضنا إن اللاجئين من كل الدول اللي حوالينا ما عندهمش نية الرجوع لبلادهم، يعني رغم نهاية الحرب بسوريا إلا إنهم لسه مشرفيننا لحد دلوقتي، ينوروا طبعاً. والسودانيين إخواتنا اللي بعد ما كانت عندنا أزمة إسكان والشقة إيجارها 800 جنيه بقى سعر السرير في الشقة دلوقتي 8000 جنيه بسببهم. إخواتنا عادي ونستحمل. الجوريزم السوشيال ميديا كلها بقت تطلع لك كلام الناس عن الكهرباء، بس ما بقتش بتشوف أي أخبار عن طلاق أو رجوع شيرين وحسام حبيب. كل الناس بيتكلموا عن نفس الموضوع، لدرجة إن يا عيني سايح أجنبي عرف إن النور بيقطع في مصر فقرر إنه ما يسيحش عندنا. الفضيحة بقت عالمية أهي، في سايح مش جاي. ثانية واحدة، إسرائيل مصممة على إنهاء موضوع غزة ده بأي ثمن، لدرجة إنهم دخلوا محور فيلادلفيا على الحدود وفيه عسكري مصري استشهد في حادثة ضرب نار بين إسرائيل وحماس والجنود المصريين على الحدود. عندي فكرة حلوة، يلا ننزل مظاهرات ونطالب السيسي إنه يتنحى، بس هو النور هيرجع؟ احتمال، مين عارف. طيب إسرائيل هترحل أهل غزة كلهم لسينا؟ إيه المشكلة؟ يلا حلال عليهم. طيب إيه رأيك بعد ما تشيل السيسي تدخل حرب مع إسرائيل؟ فكرة ممتازة صح؟ السودانيين اللي في مصر هيحاربوا معاك أكيد، مش كده؟ بس دول هربانين من الحرب اللي في بلدهم، هيحاربوا معاك أنت؟ يبقى أكيد السوريين. صباح الفل. خلاص يبقى الخليج هيحارب معاك. بص، محدش هيحارب معاك. خلينا نشيل فكرة الحرب دي دلوقتي ونضرب اللي اقترحها بالجزمة مؤقتا ونرجع لموضوعنا. ثانية واحدة بس، يعني أنت بتحاول تقول لنا يا إما السيسي يا إما الفوضى؟ أنا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ ثانية واحدة أنت يا معلم، إحنا بنتكلم بالمنطق بس دلوقتي، وما تقطعنيش لو سمحت. لو عاوز تقول حاجة قولها في الكومنتات. ملايين اللاجئين اللي عندك دول، هل أنت تقدر تستحملهم؟ طيب ليه ما بتكونش مجرد محطة ليهم ويروحوا دول غنية تقدر تصرف على 10 بلاد يستضيفوهم زي دول الخليج مثلا؟ ثانية واحدة، الخليج مانع دخول أي لاجئين عنده، وأي حد بيروح لازم يكون عنده تأشيرة عمل، يعني بيشتغل ويفيد الدولة، أو زيارة 3 شهور لحد شغال وبعدهم يمشي أو يدفع ويجدد. أنت أغنى من الخليج، هروش أكتر روشانة منهم يعني؟ دماغك جايباك لإيه؟ ثانية واحدة أنت، هو أنا اللي بحكم ولا الحكومة؟ ما هي اللي سايباهم يدخلوا بالملايين وفتحاها على البحري لحد ما قربت تخرب. أنا معاك، يبقى طالبهم إنهم يعقلوا وياخدوا قرارات تلحقنا من مصير محتوم. بس المهم دلوقتي الكهرباء بتقطع، تبقى الحكومة فاشلة، ربنا ياخدهم، بس على امل في المستقبل الوضع يتحسن او نبقى بالسيء ده بدل الاسوأ، لان اي سيناريو تاني في الكون هيوديك لوضع اسوأ بكتير. انت مزنوق ما بين سيء واسوأ، الحمد لله على السيء وربنا يبعدنا عن الاسوأ. عاوز تعرف ايه السيء والاسوأ؟ لو انت من مواليد التسعينات السبعينات فاكيد كنت وقت حسني مبارك شايف ان ده اسوأ وضع ممكن توصل له، صح؟ طيب لو انت اكبر من كده فاكيد كنت شايف ان دكتاتورية السادات والسلام مع ولاد العم وغلاء الاسعار بسبب الانفتاح اكبر سيء ممكن البلد توصل له، صح؟ ممكن تصلي على النبي كده وتهدى وتطلب باستضافة اللاجئين اللي عندك في بلاد تانية اغنى؟ اصلك لو مش عايز تطالب بكده فانت ما عندكش اي مشكلة ساعتها، لا عندك مشكلة بطالة وحد تاني خد مكانك في شغل مش علشان هو اشطر، بس علشان الاعلام بيطلب سوري للعمل، ولا مشكلة سكن وحد تاني دفع اكتر وخد السكن مكانك لان الاعلام بيطلب سودانيين للسكن، ولا دي مش عنصرية مننا، بس حقك انت كمان انك تشتغل في بلدك، ما تروحش تشوف لك كفيل وتسيبها لهم. طيب يعني من الاخر انا بقترح ايه من الفيديو ده؟ ما اعرفش، ما بقترحش حاجة، انا بس حبيت افكر بصوت عالي. قول لنا في الكومنتات رايك نعمل ايه لو كانت اي حاجة مش واضحة عندك ولفت نظرك ليها، وهل لو قلت نستحمل هنكون كده؟ ولو ما استحملناش هل هنترحم على الايام دي ونقول يا رب الكهرباء كانت قطعت 10 ساعات ولا ايه؟ مستنيين نعرف رايك بأدب.